لكي يكون فريق الجيش الملكي، فيما اتحاد طنجة لم يؤهل للانتدابات الجديدة. الطرف الايسر للزريبي يلعب في منطقة الجزاء. المتابعة من السيد فرناندو دا كروز، تغيير التشكيل بشكل كبير بالمقارنة مع المكشوفة في هذه المباراة. يرغب في الوصول للمرمى. الزريبي ينتظر الدعم والسند، وعنده امكانيات يلعب بها كلها لتحقيق الفوز الثمين. كرة من بورغس، مصطفى الصاد يلعب كرة للامام لكن بعيد مع 20 وصاحب التمريرة الأخيرة إيجامان يلعب وراء مصطفى في هذه اتحاد طنجة. كرة للأمام نحو أبيان جوي، الكرة تستخلص للدفاع، موفق في التوضيح. الكرة من زين الدين ضاعت منه، تتحول من جديد للاتحاد. ممتازة جدا إمكانيات، لكن ينقل الخطورة. التسديدة ممتازة جدا. تعود الكرة من جديد للاتحاد وباع يمارسين الكرة. مشى بكورته من الطرف الأيسر لفريق الجيش الملكي والحكم. الكرة من جديد عبد الفتاح، حدرف للأمام. إمكانية جول، هدف جول ورأي مرفوعة من طرف الحكم المساعد. يعلن عن تسلل. مصطفى الصاد كان يمنى النفس بتوقيع الهدف الاول في المباراه التي لعبها كراسبي للمره الاولى. كان القريب لبلوغ الهدف الاول. كره في منطقه الجزاء، المتابعه من الجهه اليسرى لاتحاد طنجه. اتحادي عبد اللطيف خريف يدير المراوغه. التوغل من الطرف الايسر لاتحاد طنجه وضربه تساوي خريف، والحكم يقول ضربه مرمى. نقل الخطوره مره اخرى لاتحاد طنجه، يوسف بن علي وتدخل. هدف مصطفى الصاد هنا الاعاده للتدخل من محمد. يرجع للدوري الدرجه الثانيه بعد الايجامان لمفيد وايجامان كورة من الطرف الايسر للايسفار. شيء البارز والجيش الملكي. محاولة لايسفار، جول قالوها كومين ادوال انتشابل، والجيش الملكي انتشابل اليوم بهدفه الثاني في الثلث ساعة الأولى من هذه المباراة، من هذا الحدث. الجيش الملكي صعب كثير على اتحاد طنجة. المدرب كان يبحث عن تأهيل، لكن مصطفى يبحث عن إيجامان، لكن الحدث مر ومصطفى الصاد. شوف حدرف يا أخي، هذا هو الانتداب، هذه القيمة المضافة. العبور واحد من أفضل لاعبية الجولة الأولى من هذه المباراة لفريق الجيش. يمر والوضع متسم دفاعيا. اسماعيل الغزالي شان سهول. عرفوا الجيش الملكي إيماني مصطفى الصاد، لكن المتابعة ساد هدفين مقابل لا شيء لفريق الجيش الملكي امام اتحاد طنجة. إيجامان نحو عبد الجار. في مازال الكرة. دياكيتي من دياكيتي. زين الدين على مرمى اتحاد طنجة. الجيش هنا الإعادة، هنا سيجمع اهداف جميلة جدا في البطولة الوطنية. نشتغل الخطورة عبر كرة عرضية في منطقة الجزاء. المتابعة من نعمان نعود لكم قصة مثير، نخليه بيرلو ونعود يا إيجامان. الجيش الملكي تتحول لاتحاد طنجة من الطرف الأيمن من خلال انتقال من حاله مسؤولي اولمبيك ريبيا. سلامات لحكم المباراة السيد محمد الحيح، معافى لإكمال المباراة رفقة طاقم التحكيمي. تتوقف المواجهة اللي رافقهم في هذه المباراة، يقول لهم كل شيء ممكن في عالم كرة القدم، بإمكانكم العام ما يجري. يحاول أن يوجه فريقه مع محسن متولي جدا انك تستقبل هدفين في الجولة الأولى أمام نادي مكتبة الجيش الملكي. التغطية السخيف يحاولوا أنه يجتهد، يحاولوا أنه يمنحوا له رفقائه، لكن فريق اتحاد طنجة بورغس يلعبها في منطقة الجزاء. القائمة الثاني له الثالث في المباراة للايسفار، الثالث في المباراة للجيش الملكي. المتابع حكم المباراة يؤكد هدف فريق الجيش الملكي المتفوق في النتيجة 3-0. ثالث هدف لايسفار المسجل مصطفى الصاد. قلت لكم قصة الجيش الملكي مع الفرحة المؤجلة اختاروا كاسم ممكن أن نتناوله. إذا القائمة تطال مجموعة من اللاعبين. أنا كرة ممتازة جدا، كان بالإمكان وأنه يكون كرة هدف لفريق اتحاد طنجة. التسديدة من الرقم 7 حسن الزواغل ينتظر الدعم. فاتي جول الرابع للجيش الملكي. الموقع زكريا فاتي. خانة وتوفيق في الأولى أمام عسكر، وفي الثانية أمام عسكر يتمكن من بلوغ الرابع لفريق الجيش الملكي. تصبح يا سادة نتيجة هذه المباراة 4-0 للجيش الملكي أمام اتحاد طنجة. 4-0 للجيش الملكي.